اسمها سندس اتجوزت أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، واحد من كبار رجال الحزب الوطني أيام مبارك. كتب لها نص ثروته وخلى مجلس الشعب يطلع لها قانون الخلع مخصوص، قانون الخلع وكمان قانون الحضانة، عشان تخلع جوزها وتتجوزه وتحتفظ ببنتها. بيتقال ان سوزان مبارك امرته يطلقها لما الموضوع اتفضح. ده ملخص لحكاية اقوى ست عرفتها مصر في عهد مبارك بعد سوزان مبارك، ودي تفاصيل الحكاية. في يوم كان احمد فتحي سرور مع بطرس غالي الامين العام للامم المتحدة في اجتماع خاص، وكانت سندس موجودة بصفتها مديرة مكتب بطرس غالي، وكان فتحي سرور ساعتها امين عام البرلمان الدولي. في نهاية الاجتماع بطرس غالي شكر جدا في سندس وخبرتها في العمل الدولي، وانه فاضله ايام ويسيب الامم المتحدة. اقترح على فتحي سرور ياخدها مديرة لمكتبه. الدكتور فتحي سرور ما كدبش خبر وعينها مديرة لمكتبه في مجلس الشعب المصري، كمان عينها المترجمة الخاصة ليه وعمل لها مخصصات كتيرة وكبيرة جدا. بعد فترة قصة الحب ابتدت بين الدكتور فتحي سرور وسندس، لكن سندس ست متجوزة. طب ايه الحل؟ طبعا قضية طلاق. رفعت سندس على جوزها قضيتين طلاق بسببين مختلفين، والاتنين اترفضوا. ومن هنا جت الفكرة. الدكتور فتحي عمره ما كان هيغلب وفكر لها في فكرة عبقرية، وهي قانون الخلع اللي اتشهر في مجلس الشعب باسم قانون سندس. وبعد ما طلع القانون قدرت سندس تخلع جوزها، ودي كانت أول دعوة خلع في مصر. بس المشكلة برضو ما اتحلتش، لان سندس كان عندها بنت عندها 8 سنين روحها فيها. وهنا طلع الدكتور فتحي قانون الحضانة والرؤية، اللي بيقول ان حضانة الام لامها، وبعد زواج الام تروح الحضانة لام الام، وبكده كل حاجة بقت تمام التمام. تم الزواج وعاشوا في شقة من أفخم شقق الزمالك لحد ما حصل اللي محدش يقدر عليه. في يوم الدكتور فتحي سرور كان رايح سويسرا مع وفد مصري برلماني برئاسة النائب المعروف كمال الشاذلي، وطلب الدكتور فتحي من سفير مصر في سويسرا انه يحجز جناح خاص ليه هو ومديرة مكتبه سندس، ويحجز لباقي الوفد في فندق تاني. الدكتور كمال الشاذلي طبعا لفت نظره حاجة زي كده وما عدهاش، وقدر يدور وراهم لحد ما عرف انها مراته. وفي تقرير مفصل لما رجع مصر حكى كل تفاصيل السفرية بما فيها سندس وسرور. لئيم قوي الدكتور كمال الشاذلي. وعلى طول وصل التقرير للرئيس المصري ساعتها حسني مبارك، وبعد ما اتأكد بنفسه من فتحي سرور طلب منه ينقلها فورا لوزارة تانية بعيدة تماما عن مجلس الشعب، لكن ما طلبش منه انه ينفصل عنها، لحد ما الموضوع انتشر واتعرف ووصل لزوجة الدكتور فتحي سرور ام اولاده، وراحت بنفسها تشتكي للسيدة سوزان مبارك، واللي بدورها طلبت من فتحي سرور يطلق سندس فورا. وقد كان.